السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد ميني كيك اللي الصراحه جات غزاله. المهم انا راه شريت هاد ليمون وعجبوني وكانوا عاجبيني من شحال هادي، ومني خرجت لقيتهم خديتهم وقلت نجربهم معكم قبل، حيت مازال غادي نعاودوا ان شاء الله. بغيت نديرهم نهار العيد الى كتاب ان شاء الله، وقلت نجربهم معكم قبل نتوما تبغوا ديروهم ولا شي حاجه. صراحه هاد ليمون الغزالين خديتهم ب2 دراهم ونص للواحد. شوفوا هنا الكيكه كتجي رائعه. المهم دابا ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غادي ناخذ 2 بيضات بحراره المطبخ، وغنزيد عليهم قبيصه ديال المليحه، ونزيدو فانيا وداك الكاس ديال العنبه ديال السنيده. المهم ما يكونش عامر بزاف، المهم راه غيبان ليكم. المهم تعبروا بالكاس ديال العنبه. صافي غادي نضرب هادشي مزيان. من الافضل ديروا ضرب كهربائي. المهم انا حاولت نستعمل غير هذه، بقيت كنضرب مزيان على هذا الشكل هذا باش الكيكه هكا باش كتنجح معنا 100%. صافي غنزيد عليهم كاس ديال الحليب، وزدت عليهم هذاك نص حامضه عصرتها، وكاس ديال الزيت. صافي وغادي نضربهم حتى مزيان. ومن بعد غادي نزيد عليهم هاد ياغورت الصغير، مهم بنكهه الفاني، ونضربوا هكا مزيان. ومن بعد بالنسبه للدقيق راه غادي ناخذ 280 غرام. بالنسبه اللي ما عندهاش باش تعبر خودي 2 كيسان ديال العنبه، وداك الثالث ما يكونش عامر، حيت انا اصلا كنعبر مثلا نص كيلو دقيق كنعبرو ب5 الكيسان. هذه 280 غرام، يعني راه غتجي 2 كيسان، وداك الكاس الثالث اللي غتزيديه ما غاديش يكون عامر. وزدت عليهم هنا 2 خمارات، وبقى غادا انا كنحرك حتى نكمل الدقيق كامل. الصراحه كتجي خفيفه وزوينه، جربوها وردوا عليا. اللي ما عندهاش هاد ليمون تقدر ديرها هكا في مول كبير. المهم انا هاد ديال الصغار ولات كتجينا فكره زوينه صراحه. هذيك اللي كنت كنحضر معكم بسبوسه ديال الكريمه، حيت فيها الكريمه غادي تعذبني كل مول ندير فيه، غتجيني شويه صعيبه. اما بحال هاد لي كيك اللي هما كيكونوا ميني كيك اللي صغار، يعني كتجيني ساهله انني نزوقهم ونقادهم، يعني كتفني فيهم على الاخرى. صافي هادشي اللي كاين. المهم غنبقى نضرب فيها مزيان حتى كتوجد الخليط. ومن بعد قبل ما البنات ما تصيبوا هاد الكيك تكونوا ليمون مصيبينهم قادينهم. هنا راه تا ساليت وزدت عليهم واحد المعلقه صغيره ديال الخل باش هكا كتنجح معكم الكيك وكتجي منفوخه وزوينه. صافي هنا بعد ما وجد معايا الخليط، هانتو راه كتبقى شويه خفيفه، هي ماشي خفيفه بزاف وماشي ثقيله بزاف. هانتو دابا عاد غتبان لكم مزيان، حيت تما كتمسرعه الفيديو كتبان لكم بحال خفيفه بزاف. المهم هذا هو القوام ديالها. صافي من بعد هنا ضروري تكونوا داهنينهم بالزبده والدقيق. عاد كتكبوا عليهم هادو. المهم نتوما صيبوهم في الاول، قادوهم وحطوهم هكا في لاطه، عاد دوزو كتصيبوا في الكيك ديالكم. وبالنسبه لمني تبداو تكبوهم ضروري الكيكه مني تكونوا هكا ما تعمروش الليمون حتى الفوق، ديما في النص باش هكا يعني كيجي لحد في القد. بالنسبه لانا ديك اللي غادي ندير فيها الشوكولا تنفخوا ليا بزاف، حيت بغيت باش يجيني داكشي عبار غتبقى تضيع ليا بحال لازت شويه. المهم نتوما عبار هكا يعني النص باش تخلي فين تزيد تنفخ. صافي بعد ما انا ساليت هذوك اللي ما غاديش نزيد نزوقهم، درت ليهم لوز ايفيلي، والاخرين حيت مازال غادي ندير لهم كريمه. وتشوفوا الصراحه كيجيو زوينين فنين هكا، لا في المنظر وحتى في المذاق جاو واعرين. باخص هذه دابا اللي غادي نحضر معكم دابا درت النكهه ديال القهوه. ومهم الا ما عندكمش غادي ديروا شويه هكا القهوه سريعه الذوبان، ديري عليها شويه ديال الماء وتحركيها مزيان وتخلطيها مع هذا الخليط، وتزيدي عليهم الكاكاو. انا خديت ساشيه وحده درتها كامله. والصراحه عرفتوا هاد ديال الشوكولا جات خطيره، جات بنينه. باخص هذيك النكهه ديال القهوه عطات واحد زوينه جات زوينه. هاد الكحله جات حمقاتني انا. وما الصراحه جاو زوينين. كنت المره الجايه ان شاء الله في ديال العيد غادي البيضه غندير عليها النكهه ديال الفاني، وبالنسبه للشوكولا ندير عليها نكهه القهوه. والصراحه كتجي بنينه، جاو واحد الريحه طالعه فيهم، جاو زوينين. شوفوا هنا بعد ما طابوش هذيك معكم الصراحه حنا واخا كاك شويه الفران في الجناب كيخلي لنا جهه شويه بيضه وجهه حمراء، ولكن تساعفت معاهم حيت الكيكه يعني ما خصكش تحلي عليها. هنا شاركت معكم هانتو هاد الكيك اللي الصراحه ملي كدهنوهم شوفوا بالزربه ما كتخسر ما والو، كديري الموسكه في الجناب صافي وين فوق صافي وكتحيديهم. بالنسبه لهادو ديال الكيس الصراحه هما فنين مني ساهلين في ما
ما يتلصقوا لك ما حتى شي حاجه. مني كطيبوا داكشي انا غنوريكم، كنوريك عليها من اللور باش هكا كتخرج صافي، وكنشد موس صافي وكتدار ما كتلصق ليا ما حتى شي حاجه وكتجي زوينه. صافي هنا بعد ما ساليت حيت كانوا عندي غير 8 ليمون غسلتهم ثاني ومسحتهم وقاديتهم وعاودت درت ليهم الزبده والدقيق، ومن بعد ديت هكا كنكب يعني ديروا النص باش يلا هكا كيفاش تجيكم. هنا راه هادي تنفخات ليا هكا شويه، ولكن واخا هكاك عرفتو جات رائعه. هاد الكيكه جا المذاق ديالها فن، والله جربوه وردوا عليا وقولوا لي كيفاش جاتكم هاد الكيك. انا الصراحه كنت غادي نشاركها معكم يعني حتى لمورا العيد، كنت غنديرها ان شاء الله العيد، وان شاء الله الا كتاب نشارك معكم الاجواء ديال نهار العيد الا كتاب ان شاء الله. نشارك معكم. المهم انا اللي كنقدر نصورها راه كنشاركها معكم. والصراحه هاد الايامات راه غير الشقه وتماره والسوسن، راكم عارفين يعني ملي كتكون هكا العيد ولا شي حاجه كتكون تماره ديال بصح. والله القسم الا اليوم ضالين في السطح التصبين، عرفتوا راه داكشي اللي كنصليو به الجلال بالصلايه، المرات اللي كانوا بقاو لينا الحوايج، عرفتوا راه من الصباح حتى قرب الفطور عاد نزلنا. المهم الكيك هذه ديال الشوكولا شوفوا كيفاش جات منفوخه ما شاء الله، جات زوينه كتحمق ومفشفشه. عرفتوا راه الطريقه جات واعره. بالنسبه للكريمه كتبقى اختياري لكم. انا هنا راه كدرت غير صفر بيضه ما درتش الابيض، ودرت فانيا وغنزيد عليهم النكهه ديال الفاني حتى هي كتعطي واحد النكهه رائعه. ولا ديروا الحامض، المهم اي نكهه عندكم، ولا ديروا قشور الحامض، ولا ديروا عصير الليمون. المهم داكشي كيبقى اختياركم. اللي كتفادى النكهات داكشي كيبقى يعني اختيار ديالكم. انا كنعطيكم وانتم اللي كتعجبكم كديروا، يعني كنقول لكم هذه باش تقدروا تديروها. بالنسبه للمايزينا يا اما ديروا 2 معالق كبار ديال الدقيق. انا راه هاد المعلقه راه واخا كيك راه ما كبيراش، يعني راه كان عليا نزيد معلقه اخرى. مهم معلقه كبيره غتعمروا 2 كبار حيت بقات لي انا الكريمه شويه خفيفه. المهم يعني شي غلط كنديروا شي حاجه راه كنقولوا لكم. يا اما ديروا 2 معالق كبار ديال الدقيق اولا 2 معالق يكونوا كبار، يعني ماشي ديريها لحد في القلب باش هكا كتعقد لكم الكريمه. وان شاء الله الا درتو نهار العيد غنعاود نشارك معكم واحد الكريمه غنديرها اللي غتكون عاقده كتجي زوينه بحال ديال المخبازات، كتجي واعره كيديروا فيها الزبده وداكشي. المهم هذيك بغيت نديرها ان شاء الله نهار العيد حيت هذه جات شويه خفيفه. اما هاد الكيك الصراحه كيبغيو شويه كتكون. وبالنسبه للتزيين كانت عندي غير البنانه وواحد الفاني اللي بحال شكل فرامبواز هما اللي زينت بهم، ولكن ان شاء الله نهار العيد ضروري ما نشريو الديسير هكا باش نزينو حيت العيد ضروري ما نقادو داكشي. وبالنسبه للطريقه اللي غنشارك معكم ان شاء الله نهار العيد الا كتاب، الحليب كتسخنوه يعني حتى كيفيض وكتخلي شويه هكا باش كذوبيه وكتبقاي تخلطي وتذوبي فيها. الصراحه كتجي ناجحه ديك الكريمه. المهم انا هنا راه درت لكم تقريبا الكريمه اللي بحال اللي درت لكم في ديال لي طارت اللي صراحه حتى هما كانوا كيجيو رائعين. صافي هنا بعد ما ضربت داكشي مزيان غنخلط كلشي ديالها الكريمه ديال الزربان رمضان ومع الفطور وداكشي، وخاصها ضروري توجد باش ديرها في الثلاجه ثاني تبرد شويه. المهم هنا راه كيف ما شفتوا الكريمه بقات شويه خفيفه حيت انا ما قويتش المايزينا. صافي هنا بعد ما ساليت شوفوا الكيك كيفاش كيجيو. الصراحه كيجيو زوينين. هنا قررت البنان على هذا الشكل هذا وزدت عليهم هكا عصرت عليهم الحامض باش داك البنان ما يكحلش ليا. صافي وغادي نبدا نكب هكا في الكريمه ومن بعد غادي نزينهم بالبنان. وكان عندي قلت لكم واحد الفاني ديال الفرامبواز تا هو زينت به. المهم داكشي اللي كاين في الدار موجود. انا المهم هو عندي بغيت نشوف يعني العبار ديال الكيك كي غتجي والطريقه ديال هاد الكيك واش ناجحه ولا لا، ولكن الصراحه جات زوينه وحتى مالين الدار حمقاتهم. عرفتوا راه تبارك الله راه ما بقاتش تكالت كامله. والصراحه ديك درتها نهار العواشر وجات الصراحه زوينه بجوج، البيضه ولا ديال الشوكولا جاو كيحمقوا بجوج. صافي هنا بعد ما سالت زينتهم على هذا الشكل هذا درت لهم هنايا الناباج باش يبقى داك البنان كيبان هكا كيلمع. وكانت هذه الكيكه ديال اليوم الصراحه كنتمنى تعجبكم. وكيف ما قلت لكم يعني اي حاجه كنشاركها معكم كنقول لكم هكا يعني كنصحكم شي حاجه اللي هكا كدار شي حاجه اللي خطات فيها كنوريها لكم. والصراحه هاد لي كيك جو ما شاء الله زوينين. والكريمه ان شاء الله كي قلت لكم الا كتاب غادي نحاول نشارك معكم الكريمه اللي تجي شويه عاقده ويجيو فنين يعني حنت هادو شويه بقات ليا الكريمه شويه خفيفه، ولكن هذه اللي غنديرهم ان شاء الله. هاد الكريمه اللي غادي نشاركها معكم يعني تاني تبقى واحد الشكل اخر تاني تجربوا. وصراحه كاين اللي كيدير غير كريم باتيسير والحليب صافي وهالكريمه واجده، يعني ما تعذبي راسك ما تمحني راسك. ايوا كانت هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم الكيك اللي حضرت معكم اليوم. صراحه جاو زوينين لا من ناحيه المنظر واخا ما كانش يعني عندي ديسير ولا شي حاجه. المهم ديما كنقول لكم
لكم يعني داكشي اللي في الدار كنحاول نخرج منه واحد الحاجه زوينه، يعني اللي كان تقديبي. راه تقدروا كاع الا عندكم غير شويه كوكا كطرشي اولا الفيرميسيل هذاك اي حاجه عندكم في الدار تزينوا بها، داكشي كيبقى اختياري لكم، يعني اي حاجه لها الحل. وبلا ما نطول عليكم سمحوا لي الا كنت كنكثر في الهضره، ولكن غير كنبغي كنبقى ندوي معكم ونشارك معكم ونقول لكم هكا الاخطاء. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم وما تنسونيش باللي لايك، راه كليتو كتنسوني من لي لايك وشي كومونتير هكا زوين. ويلا بسلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.